أهلا بيكم في بودكاست على نار هادية. المكان ده معمول للهاي اتشيفرز، للانوفيتورز والانتربرينورز، وكمان للناس الامبلويد وبالأخص في مناصب إدارية. يعني لأي حد وقته مش ملكه وجدوله طول الوقت مليان وما بيفضاش. هنا بنحاول نخليهم يهدوا الريتم شوية ويحكوا لنا قصتهم، مش بسرعة ولا استعجال، ولكن على نار هادية. معاكم يور هوست أحمد جلال، وبوعدكم انه من خلال البودكاست ده هنقشر طبقات الروتين والضغط اليومي عشان نوصل للمعدن الحقيقي ورا كل ده. ومهمتي هي اني اخدكم معايا في سلسلة حوارات هادية نحاول ندور فيها على اجابات لأسئلة اوقات كتير بتتوه في وسط الدوشة. ضيف الحلقة الثالثة معانا هو شخص أعرفه بقالي 9 سنين، فأقدر أقول إن أنا حضرت الأرك بتاع تطور شخصيته من الأول خالص. أي نعم كنا لسه أطفال وقتها، يمكن الفرق ما بيننا كان 4 سنين بس. لاحظت طفرة في تفكيره بالظبط في آخر 9 شهور. حبيت أسمع منه النهاردة أكتر إيه اللي اختلف. يمكن ده يجاوبنا كلنا على أسئلة بتدور في بالنا لو مرينا بنفس الظروف. معايا ومعاكم النهاردة عمر علي. أهلا بيك يا عمر. اهلا بك يا جلال. منورني في البودكاست حقيقي. والله بنورك، انا مبسوط ان انا موجود هنا جدا يعني. عرفني عن نفسك كأننا أول مرة نتقابل، ما نعرفش بعض بقالنا 9 سنين. حلو. انا اسمي عمر التبعي. عندي 24 سنه، حاليا طالب في كليه الهندسه جامعه اسكندريه في اخر ترم، وللعلم يعني انا متاخر شويه. انا كو-فاوندر اند بارتنر لشركتين، ليد ستريم والشركه التانية يعني اون ذا واي خلاص. الاتنين في نفس المجال في الفيلد، شغال في الريل استيت في امريكا. و انا عندي اخوات كتير، انا اصغر واحد فيهم، واظن يعني دي بريف كويسه عني يعني. حلو قوي. قول لي بس التخصص بتاع الشركتين في ايه بالظبط؟ الشركه الاولانيه هي ماركتنج وليد جنريشن، مهم. ودي بنقدم فيرتشوال اسيستنتس لاي حد في الريل استيت اندستري في امريكا، سواء حد بروكر او انفستور، وترم كده اسمه هول سيلر. ده الماجوريتي اوف اور كلاينتس يعني. مم. والشركه دي بتقدم لهم سولوشنز عامه، اي حاجه هم بيبقوا محتاجينها in terms of marketing او حتى تقفيل عقود transaction coordination، كل ده بنعمله يعني. مم. والشركه التانية related اكتر للريل استيت عامه كترانزاكشنز، استثمارات وكده. ولسه يعني it's undergoing it's a plan ان احنا خلاص we're executing it يعني ان شاء الله، ف should ما be شاء up and الله. running soon على خير ان شاء ان الله. شاء الله. ترمات كتير قوي و... وكلمات كبيرة. مم. فتعال نشيل الكلمات الكبيرة دي كلها على جنب، حلو. وقول لي مين عمر بعيدا عن التايتلز وبعيدا عن الاتشيفمنتس، وكمان بعيدا عن لو شلنا اسم عمر نفسه مين اللي بيبقى تحت الاسم ده؟ يعني تقدر تقول a friend, uh, pillar, someone you can rely on، يعني حد تقدر تعتمد عليه. شخص موجود لو احنا نعرف بعض يعني، حد انت تقدر تعتمد عليه. ده I'd like to be referred يعني ان انا كده ان شاء الله اكون كده. حلو قوي. بس تهيألي دي الحاجة اللي انا حابب اكون انا يعني، من غير كل التايتلز دي. عجبني انك اخدتها more to the personal aspect، مش الحتة بقى اللي هي البيزنس يعني مبسوط ان انت اخدتها في يعني down to what really matters. يعني ساعات بننسى ان that's the whole point. مم. ف دي حاجة critical بالنسبة لي، مم. ان انا فعلا اكون شخص يعتمد عليه من اللي حواليا. طيب خليني اسألك ايه اللي كان بيدور في بالك لما فتحت شركة ليها علاقة ب يمكن نقول الليد جنريشن والماركتينج، مهم. وشركة تانية ليها علاقة بالريل استيت. احكي لي اكتر عن الباك جراوند بتاعك. اوكي. هل انت جاي من باك جراوند ريل استيت ولا كولد كولينج وليدز، وايه اللي فرق في تفكيرك في الاتنين دول؟ حلو.
انا يعني في الاول خالص كبدايه، بعد ما خلصت ثانويه عامه تقريبا، كنت مصر ان انا اشتغل يعني. والحاجه اللي كانت في ايدي at the time، طبعا حد لسه مخلص ثانويه عامه مفيش حتى اكسبيرينس كليه ولا اي حاجه. كل الفكره بس ان يعني الباك جراوند بتاع بيتي وعيلتي، كنت عارف ان يعني work is essential وان الفلوس مش بتيجي بالساهل، و I had to do it يعني. والحاجة اللي كانت في الحاجة في my reach يعني at the time بعد ما دخلت هندسة اسكندرية، هو ان انا دخلت اشتغل كول سنتر. كنت شغال customer service representative، برد على الناس واحاول احل مشاكلهم. اشتغلت في شركة الاول اسمها Optimum، وبعد كده اشتغلت في شركة تانية اسمها AT&T، كانت outsourced. و كان عندك كام سنة وقتها؟ تقريبا الاول شركة دي انا كان عندي 18 سنة. تاني شركة انا لما روحتها كنت، هو الفرق ما بينهم حوالي سنة تقريبا، فكان عندي 20. بدأت الشغل دي كانت أول experience شغل بالنسبة لك؟ مش اول بالظبط، قول هقول لي. لك هي قصة لطيفة شوية يعني. اول اكسبيرينس شغل اللي هي كنت اشتغلت دليفري في سوبر ماركت لمدة يوم. نايس. وده كان يعني ماما بتربيه. بس اوكي. لا يعني كانت اول اوفيشال جوب اشتغلها. اول حاجه ان انا ابقى في كوربريت وايميلات واوتلوك والجو ده. هي دي كانت اول شغلانه، حلو. واتعلمت فيها كتير بصراحه. مم. كان يعني انا كان معايا لغه بصراحه يعني. الحمد لله كنت بعرف اتكلم انجلش كويس، كنت بعرف برضه اتكلم جيرمان. كنت لسه بتعلم برضه ساعتها، فدخلت كاستمر سيرفيس انجلش واشتغلت. قعدت في المجال ده تقريبا لحد 2021. مم. اتعلمت منها حاجات كتير يعني. كانت الناس بتقول ان هي عمليه انتحاريه شويه، انت واحد داخل اول سنه في هندسه اسكندريه راح تعمل ايه في كاستمر سيرفيس او كول سنتر يعني. مم. بس I had to do it يعني. فبدات، وبعد كده يعني فضلت اسعى، والاوبورتونيتيز يعني لما انا لقيت نفسي بسعى الاوبورتونيتيز بصراحه ربنا وفقني وفتح لي مجالات يعني، منها بقى مجال الريل استيت ده. مم. بليف ات اور نوت، المجال ده اتفتح لي في قعده قهوه من واحد صاحبي كان هو شغال اوريدي مم. في اول شركه انا اشتغلت فيها. وهو من طريقه كلامي بس، وانا كنت بتكلم في حاجه ليها علاقه بالشغل، هو قال لي انت تنفع يعني. مم. ف at the time انا كان بالنسبه لي ازاي هسيب شغلي، انا في حته ستيبل، انا بقبض كويس، انا كنت نوعا ما يعني on the right track ان انا get promoted كمان وكده. بس حسيت ان opportunity كويسه وحاجه ممكن اكبر فيها، مم. ف I decided ان انا هجمب. المجال اللي انا فيه خصوصا الماركتنج والليد جنريشن بيبدا من بوزيشن اسمه كولد كولر، ده الانتري ليفل. انا لحسن حظي عشان الشخص ده شاف فيا حاجه، فانا دخلت على حاجه اسمها اكوزيشنز مانجر. ده الشخص اللي بيبقى مسؤول عن ان هو يتفاوض مع الناس اللي بتبيع بيوتها، ويقدر ان هو يجيب البيوت دي باسعار كويسه. مم. فده كان توفيق من عند ربنا طبعا ان الفرصه دي اتخلقت لي، وان انا اي سكيبت ليفل يعتبر. والبوزيشن ده بالذات يعني انا شايف ان بتتعلم كل حاجه تقريبا عن الريل استيت. مم. وساعتها كانت الشركه التارجت بتاعها كونتراكت واحد في الشهر. مم. الحمد لله اي مانجد ان انا اكسر ده يعني. في اول 3 اسابيع تقريبا كنت جايب 5 كونتراكتس. ما شاء الله. فالشركه قررت ان هي تنفست فيا، ابتدت ان هي تديني تريننج اكتر وفي حاجات بره البوزيشن، فبقيت ملم بالفكره. مم. واللي بيخش اكوزيشنز خلاص بيقدر يجمع بقى فكره الكولد كولينج والليد جنريشن وكده. دخلت بعدها في كذا بوزيشن ليه علاقه بالمجالات بتاعه الريل استيت. ولما مسكت كذا بوزيشن، والحمد لله الحمد لله اثبتت نفسي فيه، ابتديت ان انا اترقى يعني بروموشن في بروموشن لحد ما ات سم بوينت كنت ماسك كذا ديبارتمنت في نفس الوقت في الشركه الاولانيه بتاعه الريل استيت دي. مم. فتقدر تقول بقى عندي اوفر فيو على السلسله كلها، حلو. سواء هي ترانزاكشنال او حاجات ليها علاقه بالاستثمارات ذات نفسها، او بالليد جنريشن والكاستمر هاندلنج. حلو قوي. بس فتقدر تقول يعني تقدر تقول دخلت في الاوبريشنز في السيلز. يمكن الحاجه اللي كانت بعيده عني شويه كانت الماركتنج بس. اوكي. هستفيد منك اكتر بقى هنا كشخص بعيد كل البعد عن الريل استيت. عايزك تقول لي الاول الهيراركي ماشيه ازاي. يعني انت بتقول الكولد كولينج والليد جنريشن ده ستيب نمبر 1،
وبعدها بيجي الاكوزيشن مانجر. اولا ايه الفرق ما بين الاكوزيشن مانجر والبروكر؟ لانك لما عرفته اوكي. قلت ان ده حد بيكسر في سعر البيت مع اللي مم. بيحاول يبيع، فمش دي شغلانه البروكر ولا انا فاهم غلط؟ خليني اشرح لك اكتر. الكولد كولر هو شخص بيحاول يشوف ناس عايزه تبيع البيت بتاعها. اوكي. احنا اللي بنحاول نعمله ان احنا بنخلق opportunities لمستثمرين ان هم يشتروا البيوت دي. فطبعا لما بييجوا يستثمروا بيبقوا عايزين ديسكاونت، بيبقوا عايزين حاجه بتميك سنس ان هم يبقى عندهم equity في البيوت، ان هو يقدر يبيع البيت ده بعد كده مستقبليا بسعر اعلى ويقدر يصلحه وهكذا. يس. فالكولد كولر ده شغلته ان هو بيتصل بالناس عايز تشتري البيت ولا لا. دي ستيب بتتعمل، البيوت اللي احنا بنتكلمها دي ستيب بتتعمل في حاجه اسمها داتا. يعني الداتا ديبارتمنت بيبول الداتا دي. بعد كده الكولد كولر بيبدا يكلم ناس كتير جدا عشان يكواليفاي الناس اللي عايزه تبيع. بيجي بعد الكولد كولينج ده في النص كواليتي يعني، بس مين اللي بيميك شور ان الناس دي بتكواليفاي فعلا. بيجي الاكوزيشنز مانجر يبدا ان هو يكلم الناس دي ويبدا بقى يسالهم اسئله اكتر ويبقى ترانزاكشنال معاهم اكتر. كولد كولر ما عليه غير ان هو يسال يعرف الشخص ده عايز يبيع ولا لا. الاكوزيشنز مانجر هو اللي بيحضر العقد، هو اللي بيتكلم في الارقام، هو اللي بيحدد البيت ده اصلا هينفع للاستثمار ولا لا. اوكي. وبعد كده بياخد البيت ده ينقله للمرحله اللي بعدها ودي اسمها الديسبوزيشنز. الديسبوزيشنز دي بقى الناس بتبقى شغلتها ان هي تاخد البيوت اللي احنا خدناها بديسكاونت دي نبيعها بسعر اعلى للمستثمرين. فده كده ان terms of hierarchy الليد جنريشن او مثلا ليد ستريم، يعني دي الهيراركي اللي ماشيه يعني او البروسيس. بالنسبه للفرق ما بين البروكر والاكوزيشنز مانجر، البروكر ده شخص على ارض الواقع في امريكا معاه لايسنس ان هو اصلا يمارس الريل استيت، وشغلته ان هو بيلست البروبرتي دي على حاجه اسمها MLS. بالعربي عندنا الشهر العقاري، ان هو يقدر يحط البيت ده للبيع يعرضه للبيع. هو بيتفاوض، بس هو بيتفاوض لمصلحه السيلر اكتر. احنا مش دايما بنتعامل اصلا مع بروكرز. ساعات بنتعامل يعني احنا على الاغلب بنتعامل مع السيلر دايركتلي. مع السيلر ومع الانفستر انت بالظبط، بتبقى ماسك احنا الاثنين. حالات الوصل. حلو قوي. تمام. فدي باختصار فكره الليد جنريشن والسولوشنز اللي احنا بنقدمها في الشركه دي. جميل. وحبيت الشغلانه ولا لقيت نفسك شاطر فيها فكملت؟ simply I was good at it. يعني انا لقيت نفسي عارف اعمل كده، وانا عامه يعني المنتاليتي بتاعتي ان يعني حطني في اي حته وانا هذاكر وهحاول اعمل حاجه يعني. فلما دخلت في الريل ستيت ولقيت نفسي ان انا الحمد لله عارف اعمل حاجه وعارف اكبر الموضوع، ففضلت مكمل. بقى عندي فيجن ان طب انا يعني كنت هنا بقيت هنا، طب ليه بقى ما بقاش at some point انا بقدم السيرفيس دي. وبصراحه برضو اللي ساعدني جدا في الموضوع هو البيزنس بارتنر بتاعي علي. علي شخصيه ما شاء الله عليها مش طبيعيه، الباك جراوند بتاعته برضو قويه جدا ونولجبل جدا، وهو من اشطر واذكى الناس في الماركتنج والاوبريشنز، وكان عنده اكسبيرينس اوريدي، كان عنده قبل كده شركات فتحها. فهو قرر انت عندك النولج بتاعت الريل استيت وبتقدر تتعامل في الترانزاكشنز وشاطر في السيلز، وانا عندي الاوبريشنز بالظبط. وقررنا ان يلا احنا شغالين مع بعض حاليا بقالنا هو كان معايا في اول شركه. كان هو عامه علي كان ساعتها كولد كولر بيبوش الليدز، وانا الشخص اللي بيتفاوض واقفلها. فدي كانت بدايه معرفتنا ببعض اصلا. نايس. وايفر سينس يعني احنا مع بعض تقريبا في اولموست كل الفنتشرز يعني الحمد لله. حلو قوي. وبحاول اوصل للواي، يعني بحاول اوصل للسبب اللي خلاك تكمل في حاجة زي كده، والحاجة اللي كانت قدامك طول الوقت. غير ماشي انا ممكن اكون شاطر في حاجة، بس ايه الحاجة اللي كانت قدامك طول الوقت وانت بتبروجرس وعايز تكبر في المجال ده لحد ما فتحت شركتك؟ انا يعني كنت قلت ان انا المفروض طالب في كليه هندسه. ماشي. فكان بالنسبه لي الباث المعروف شخص خلص ثانويه عامه هيخش الكليه يتخرج يقدم على وظيفه يشتغل. انا بصراحه في بدايه شغلي كان الموضوع ليه علاقه اكتر بالسرفايفل، اللي هو I have to do it, there's no other option. فبدات ان انا اشتغل في كل الحاجات دي. لقيت نفسي اكتر في حته الريل استيت وان انا بكبر فيها، وشايف فين يعني شايف ان في بيك لو وصلت له انا هبقى في حته كويسه. I took advantage من السيتويشن يعني وفضلت اشتغل على نفسي في الموضوع لحد ما اكبر. وبعد كده اول ما جات لي opportunity يلا احنا هنفتح شركه وهنعمل، وابتدينا نحط بلان ونكسكيوت. ده اللي خلاني. فتقدر تقول اول كام سنه او لحد تقريبا فتح الشركه يعني
الموضوع كان ليه علاقة كله بين survival و nobody's coming to save you، وانت لازم هتعمل. مم. ف دلوقتي الواي بتتغير شوية، ان مم. انا الحمد لله I'm at a more stable place، مم. ان انا اقدر افكر بقى بوضوح ومش مفيش حاجة. مم. ف البيربز بتاعي حاليا ان انا اكون قادر ان انا ابقى مينتين اللي انا فيه ده، وان انا الحمد لله ريسبونسبل لكذا حد، وان انا افضل مهولد الريسبونسبيلتي دي. مم. و later on يعني ان شاء الله ان انا ابيلد a healthy family و house. مم. ده اظن دي الواي بتاعتي. حلو قوي. الاتنين وايز اقوى من بعض. اول واي طبعا nobody's coming to save you، فانت ما عندكش حل تاني، فدي is a strong enough why. exactly. والتانية ان انت باصص لقدام وباصص ان انت تقدر ان شاء الله في يوم من الايام تفتح من ده بيت وتبيلد a stable family and باذن house الله. يعني. جامد. طب والاهم بالنسبة لك الواي ولا الهاو؟ انا شايف الواي مم. فيرم بليفر يعني ان الواي مهمه، لان لو ما فيش purpose، لو مش عارف انت بتعمل ده ليه، آم، الهاو هتبقى اصعب بكتير. لكن لما تبقى عندك السبب you will figure out the how. هتخلق لها طريقة. هتخلق لها طريقه يعني you'll figure it out. مم. آم، حاجه كمان في حته الهاو، يعني لو بتعرف تعمل حاجه بس بتصبها في المكان الغلط، فده wasted effort يعني. مش wasted completely طبعا، بتتعلم along the way، بس انا شايف الواي اهم. مم. بس هما بيكملوا بعض يعني. at some point لو انت خلاص عارف الواي ورجعت اوفر ثينك الواي تاني بطريقه غلط، ده احيانا بيرجعك لورا. هيتوهك شوية. بالظبط. ف مم. once you figure out the why stick to it، وابدا بقى figure out الهاو وريفاين في البروسيس بتاعتك وهكذا. حلو قوي. يعني ممكن حد يسمع قصتك ويقول انك بالماتريكس بتاعة المجتمع للشخص الناجح، زي ما انت ذكرت انه بيدخل كلية، بيتخرج، بياخد الشهادة بتاعته، بيبتدي شغل. انت قررت تروح او تسلك طريق تاني خالص. مهم. ايه معنى النجاح بالنسبة لك بعيدا عن الماتريكس المجتمعية اللي هي متفق عليها قبل كده؟ What does success mean to you؟ آم، انا بالنسبه لي يعني success كان في moments معينه حسيت ان I've achieved something. منها من اهم اللحظات مثلا لما مامتي كانت شغاله. هي تقريبا بدات في مستشفى المدينه المرأة من ان هي كانت مركز لحد ما دي بقت مستشفى كبيره. هي كانت من عمود من العواميد دي، مم. وهي شاطره وبتحب شغلها جدا. بس من اكتر الحاجات اللي انا حسيت ان انا سكسسفul فيها، او ان انا I've achieved something، ان انا قدرت اقول لماما لو عايز تقعدي من الشغل اقعدي. مم. وده ما اظنش، او الله اعلم، بس انا تقريبا ما كنتش هحقق ده غير لو انا لما لقيت opportunity ان انا اخدها اخدتها. مم. مومنتس تانية يعني ممكن تكون سطحية شوية، بس اللي هو انا داخل المكان مثلا مع مامتي، ما تبصيش على البرايس تاج، انت حر. مم. دي حاجات سكسسفul بالنسبة لي. مم. متهيألي انا بحس ان المومنتس اللي انا بحس ان انا سكسسفul فيها، ان لما بحس ان اللي حواليا حاسين بالامان. يعني مامتي، اختي، اخواتي عامه في المطلق، مم. دي حاجه مهمه بالنسبه لي. في successful moments تانية لما لقيت ان صحابي بيأكنولوجوا ان انا فعلا عملت حاجه. ف... فدي كانت حاجه مهمه بالنسبه لي. مم. وهم اصلا بيفكروني. يعني انا ساعات بحس ان لا ده مش حقيقي، بس هم بيفكروني. ف دي successful moments بالنسبه لي. الفلوس اللي عملتها كانت كويسه الحمد لله. التايتلز كويسه، بس the whole point بالنسبه لي هي الفاميلي فريندز الريليشنز، هي دي اكتر حاجه بتماتر بالنسبه لي. مم. فلو هم بيقولوا ان انا شخص كويس بالنسبه لهم، فمتهيألي انا كده نجحت. in the future زي ما قلت مثلا ان انا عايز ابيلد فاميلي، يعني تقدر تلخصها ان انا عايز ابقى a good son, brother, friend, future husband, partner, business partner لعلي. ده بالنسبه لي المعنى بتاع النجاح. بس قعدنا نلف ونرجع تاني للنقطة اللي بدأنا بيها، اللي هو عمر بعيدا عن كل حاجة، هو انت شخص فاميلي اورينتد جدا،
فعشان كده لما عرفت نفسك في الاول قلت ان انت someone that you can rely on وحد تقدر تعتمد عليه. هل كان لمامتك دور في حاجة زي كده؟ she's my role model يعني. ما فيش اقوى منها بصراحه، وهي اللي كانت بتزقني، او عامه هي اللي ادتني درس السوبر ماركت ده 24 يعني ساعة غيروا في كتير. 24 ساعه غيره. انا يعني القصه جت ان انا كنت شبطان في بلاي ستيشن، حلو. وبابا الله يرحمه جه قال لي انا هجيب لك الاثنين. كان ساعتها في بلاي ستيشن 2 و 3. اوكي. انا طلبت 2 عشان ده كان السائد يعني. مم. فهو طلب لا هو كلمني في التليفون قال لي انا هجيب لك الاثنين. اليوم ده هو ما جاش بيهم، قال لي يعني بابا كان شغال في الاستيراد والتصدير وكده، فكان عنده كونتاكت هيجيب له الحاجه بالرخيص يعني. مم. فانا خلاص اتعشمت اليوم ده، هو جه من غيرهم، فانا يعني زي اي طفل تقريبا كان عندي مش عارف 10 11 سنه يعني. You threw a tantrum. اه بالظبط. فهو قالت لي طب انا هوريك بقى الفلوس بتيجي ازاي. وفعلا تاني يوم نزلتني من الساعه تقريبا 6 7 الصبح وهي رايحه الشغل حرفيا، السوبر ماركت اللي تحت بيتنا. عمر شغال معاك النهارده. الراجل ازاي وبتاع. يعني احنا كنا ساكنين في سوق باشا في وقتها، والشارع كله عارفني وعارف بابايا وعارف مامتي، وعلى اول الشارع انا وجده اساسا. ف ازاي يا مدام ومش ازاي، مفيش، عمر هيشتغل معاك. وانت نازل على عماك مش فاهم نازل اصلا. لابس اصلا يعني. ف قال لها طيب ماشي اللي تشوفيه. هو ما قدرش يقول لها لا يعني. واشتغلت فعلا وودي اوردرات ودليفري ومش عارف ايه. ومش فاكر خدت يعني تقريبا في اليوم ده كله 10 جنيه تقريبا حاجه كده. ففهمت اول سالري في حياتك. اول سالري في حياتي يعني. اول يوميه في حياتي. اليومية فعلا. بس من ساعتها عرفت ان ما يعني ما بتجيش بالساهل، فهي شيبوشني. بعدين ماما استحملت ظروف كتير جدا بصراحه يعني. متهيألي لو في حاجه انا اتخدتها منها هو الريزيلينس. شخصيه بجد انسبيريشنال جدا، وقامت بالدورين صح قوي. ف I'm grateful for her يعني. هي السبب تقريبا، هي اللي دايما بتبوشني. و وبابا الله يرحمه being يعني the top achiever he was، شخصية ناجحة جدا في البيزنس، كل الناس بتشكر فيه وسمعته كويسة. ف انا كنت عايز ابقى زيه يعني. بابا بنجاحه والامبيشنز بتاعته وان هو شخص محبوب، وماما بان هي شخصية قوية وبراكتيكال جدا و في وقت بجد صعب يعني she put all of her emotions aside و decided ان I will carry this و she did. عشان كده بتحس بأكتر لحظاتك بالفخر انك تحس انك بترد لها شوية من الجميل ده. شوية مش هعرف ارد حتى شوية تقريبا على اللي هي عملته. بس طيب، وشايف ان انت وصلت للحتة اللي انت عايزها انك تبقى شبههم، ولا لسه بيطاردك صوت الامبوستر او المحتال ان انت اصلا كل اللي بتعمله ده اخرته ايه يعني؟ والله مش سهلة ان انا ابقى شبههم يعني بجد. الاتنين يعني اقوى من بعض في حاجات كتير قوي. بس لا انا يعني عندي حتة الامبوستر سيندروم دي، واللي هو دايما في حاجة بتبقى في دماغي اللي هو this is not enough. Not يعني enough. could have done better, could have done more. ما انكرش برضو ان ماما كانت فيها الحتة دي شوية، اللي هو انت كان ممكن تعمل ده صح، كان ممكن تعمل ده احسن، ودي ممكن تكون سبب من الاسباب. بس احيانا بحس ان احنا بنبليم اهالينا على حاجة مثلا زي كده ربوها فينا، بس في نفس الوقت ده السلاح اللي انا بستخدمه عشان افضل كيب جوينج. فاحيانا ببقى عايز اسمعها اللي هو يو ار انف خلاص، بس في نفس الوقت احس ان انا لو سمعتها انا ممكن اهدى، ممكن اقعد. فلا خليني كده يعني تمام. هكمل يعني. ده اللي بيخلي النار جواك تفضل شغالة عشان بالظبط. بس لا بيجي لي اوقات كتير بحس اللي هو انت فاضي يعني، هي جت معاك كده، ما انت مش بالشطاره اللي انت فاكر نفسك فيها، او كانت ضربة حظ. ساعات بحس بكده عشان اتقالت لي برضه يعني. اتقالت لي قبل كده اللي هي جت معاك. انت ازاي اصلا في المكان ده يعني؟ عادي سمعت الكلام ده، ما اتقالش في وشي الحمد لله يعني، بس سمعته. هزتك؟ شويه يعني. هو ليها سبب في الامبوستر سيندروم اللي عندي شويه، اللي هو ما ممكن تكون ضربه حظ. انا كنت قاعد على القهوه وواحد شاف فيا حاجه فحطني في المكان ده. بس وطبعا يعني تسهيل ربنا. بس في نفس الوقت ساعة لما اتقال الجملة دي انا كنت برضو كنت اصغر مانجر في الشركة at the time.
فاللي هو انا اكيد مش هتحط في المكان ده غير لو انا اتليست في حاجه انا بعملها. فهم اتنين بيتعاركوا، يعني ساعات ده بيكسب ساعات ده بيكسب. وساعات ممكن نصلح ما بينهم هما الاتنين، نصالحهم على بعض بكلمة بحبها جدا وبحب أقولها لنفسي لما بحس إنه الموضوع برضو يتقال لي إنها جت ضربة حظ أو كده، إنه hard work puts you where good luck can find you. فبحس إنه الاتنين أنت محتاج الحظ ومحتاج توفيق ربنا في الأول في الآخر عشان توصل للمكان ده، بس أنت ما كنتش هتوصل غير لو حد شاف فيك حاجة زي ما أنت قلت. صح في الاول في الاخر هي تدابير ربنا انك تبقى قاعد في القهوة في المكان ده صح وحد يشوف فيك potential. بس صباح الفل انت كان ممكن تبقى قاعد على نفس القهوة ضارب الدنيا طبنجة. بالظبط صح بالظبط. فمحدش كان هيشوف فيك الحاجة دي الا لو انت كان اوريدي عندك البوتنشال، والبوتنشال ده جاي من هارد ورك. صح. ف يعني صوت الامبوستر موجود فينا كلنا، بس عايز اسألك اذا لسه بتحس لحد دلوقتي بالذنب لما بتيجي ترتاح؟ اه now more than ever كمان. الفكرة ان الفرق ان انا لما كنت شغال قبل كده في شركات مثلا او اللي هو انا امبلوي، في مانجر في اعمل ده ما تعملش ده مش عارف ايه، فلما باجي اخد الريست اللي هو انا خلاص اوت اوف وركينج اورز، برغم ان يعني كنت في الابر مانجمنت والابر مانجمنت كلها احنا معارف، وواحد منهم يعني اللي هو كان ساعتها مديري اصلا هو اللي حطني على المجال، فكانت كل نقاشاتنا حتى على القهوه ليها علاقه بالشغل. فلما كنت برتاح كانت دماغي برضه بتشتغل، بس لا كنت بحس ان خلاص يعني شفتي خلاص ممكن دلوقتي being الكو فاوندر وان انت مسؤول عن كام امبلوي يعني تحتيك ولازم تبقى قوي عشانهم وكده. فلما بحس ان انا مثلا هأجز حتى لو اخدت الاجازه ام ان كنترول ان انا اخد الاجازه، بس بحس ان هو في حاجه غلط في حاجه. ودي حاجه بتحصل لنا وعلي كمان، احنا ساعات بنصحى احنا الاثنين في بانيك مود، هو الدنيا الكلاينتس الحمد لله مرتاحه الناس شغاله ما فيش حاجه، بس في بانيك احنا ريحنا امبارح فلا بتجيلي يعني ما ممكن اي هوب يعني ان شاء الله باذن الله ان انا مسافر قريب طالع اعمل عمره، يعني يا رب ان انا بقى الاقي الفصله دي خالص ان شاء الله. ان شاء الله عمره مقبولة بإذن الله. يا رب باذن الله. بتحس ان ده بيوصلك للبيرن اوت بسرعة؟ اه انا عامه شخصيه يعني اناليتيكال جدا وباوفر ثينك عامه، اللي هو دماغي على طول شغاله. فحتى لو انا ما بشتغلش اصلا الستريس والبيرن اوت بيجي من فكره ان انا بقالي مثلا يوم او يومين ما مش حاسس ان انا بعمل حاجه. واحيانا اصلا كمان ما بيبقاش في حاجه تتعمل، يعني خلاص في مانجمنت تحتي في ناس بتعمل شغلها، وبحس باللي هو انا مش قادر. يعني في ايام انا بجد بكون خلاص من كتر ما دماغي هتنفجر انا بقعد في السرير بفضل نايم متنح في السقف. فلا بمر باللحظات دي والحمد لله بصراحة. دي يعني من اكتر الحاجات اللي مخليها البيزنس بارتنرشيب شغالة ما بيني وما بين علي، ان في الاوقات اللي انا ببيرن اوت فيها انا بقدر ان انا اقول له انا مش قادر فيقول لي خلاص انا تمام معاك. بعدين يجي هو مثلا فترة او علي الحمد لله يعني ما شاء الله عليه هو ما بيطولش في الفترة دي برضو، متهيألي انا اوحش منه في الحتة دي، بس بيجي يقول لي انا خش هندل انت انا مش قادر بخش انا، فالحمد لله يعني. حلو قوي. هل بتحس انك داخل على البيرن اوت ولا بتلاقي نفسك خلاص جوه وصلت؟ للاسف لسه ما اكتسبتش سكيل ان انا احس ان انا داخل فيها، انا بلاقي نفسي وقعت مره واحده يعني بصحى كده بحس ان انا لا انا فعلا مش قادر مفيش طاقه ان انا فانت لحد اخر 1% عندك بتكمل لحد ما تبقى زيرو خالص، ده اللي انت بتلاقي نفسك جوه البيرن اوت. بالظبط. وساعتها بتعمل ايه عشان تريكفر؟ اول حاجه بكوميونيكيت مع علي يور بارتنر اكيد. هو اللي بيهندل. بصراحه برضو التيم بتاعي لان يعني علي ماسك لاين في الشركه وانا ماسك لاين تاني، بقول لهم انا مثلا مش موجود او لو في حاجه محتاجينها الشخص يعني المانجر ده هيبقى موجود. حلو. فبكوميونيكيت وبعد كده في الغالب بختفي شويه، ما بطولش بس ببدا ان انا اقعد مع نفسي
في ايام بتبقى فعلا اللي هو خلاص انا مش قادر اقوم من السرير، اللي هو خلاص السرير بقى almost like my casket، مم. مش قادر. وايام تانية ببقى اللي هو انا بس simply عايز اقعد لوحدي، هنزل اروح الجيم، هتمشى، هاكل بره لوحدي، مش بس. مم. ف دي الطريقه اللي ببرن اوت بيها واقدر اريكفر تاني، اللي اوكي. هو باخد alone time وابدا ريفلكت شويه. وممكن ساعات بيبقى سيلف ريفلكشن سيشن عنيفه، وساعات بتبقى انا مش هفكر في حاجه، انا هقعد العب جيمز، هنزل اخرج، هروح الجيم مم. كده يعني. كده برجع بحس ان انا احسن. دي الحاجة اللي انت، انا لاحظت ان الريتشارج بتاعك مقسوم جزئين. في الجزء ان انا مش هعمل اي حاجة، مم. انا قاعد في السرير. وفي الجزء التاني اللي بعد كده اللي هو الاكشن اللي انا هاخده عشان ابتدي اشحن بطاريتي دي واحدة واحدة. مم. سواء بقى كان بسيلف ريفلكشن وتعالى نقعد ورقة وقلم ونحاسب نفسنا، وسواء كان تفضي دماغك كومبليتلي، تلعب، تنزل مع اصحابك، الحاجات اللي برضو اكيد كلنا محتاجينها عشان بالظبط. نقدر نكمل وننتج وندي اللي عندنا. بس لو هتختار ما بينهم حاجة، او هتختار حاجة تالتة خالص تعملها في خلال روتينك العادي وفي خلال يوم شغلك وستريس الشغل اللي انت بتتعرض له، بحيث انك تقدر تباعد ما بين البيرن اوت والبيرن اوت اطول فترة ممكنة، مم. تفضل sustainable وتكيب logged in، مركز في شغلك، مش بتهمل نفسك، وفي نفس الوقت قادر تنتج لأطول فترة. ما بقولكش ان البيرن اوت مش هيحصل sooner or later، بس على الأقل هتكون أجلته مم. شوية. تفتكر ايه الحاجة دي؟ حاسس ان هرجع الف تاني واقول ان انا spend more time with my family و with my friends which يعني صحابي انا تقريبا بشوفهم كل يوم. انا في حتة في روتيني اليومي بخليها في الاخر كده، اللي هو بسميها الفقرة العشوائية. مم. احنا نازلين بقى، هنقعد على القهوة، هنروح ناكل عكنش، كلام على ايه النهاردة؟ الكلام على ايه النهارده. مم. ممكن الموضوع اللي مصعب الدنيا شويه ان ماما قاعده في امريكا وانا قاعد في مصر. ف فدي بحسها يعني فكره ان انا قاعد لوحدي دي بحسها بتسرع حته البرن اوت دي. مم. بس ساعات اللي بعمله ان انا بسافر بقى يعني. مم. تروح تقضي الكواليتي تايم بتاعك اه معاهم بالظبط، ارجع فترجع ريتشارج شويه. ريتشارج. بالظبط. نايس. طب ايه الغلطات اللي لو رجع بيك الزمن، غير الغلطة بتاعت البلاي ستيشن عشان احنا خلاص اه لا، اتفقنا ان انت اتعلمت منها دي اتعلمت خلاص. منها. بالظبط. بس ايه الغلطات اللي لو رجع بيك الزمن ممكن تعملها بشكل مختلف؟ في فتره من الفترات كنت لوجد ان قوي في الشغل، اللي هو انا خلاص بقى السرفايفر منتاليتي دي، لدرجه ان انا ابتديت ابقى شخص براكتيكال زياده عن اللزوم، وان الموضوع ما بقاش فيه زي ما تقول ايموشنز بقى. فعلاقتي بالناس ابتدت تبقى مش ألذ حاجه. ما بقتش عارف اسبند الكواليتي تايم ده مع الفاميلي وكده، بقى كل تفكيري اللي هو انا بشتغل وهنزل اقعد مثلا على القهوه بتاع. فابتديت ان انا ابعد عن عيلتي، حاجات كده يعني. مم. برضو من كتر الشغل كنت ساعات بحس ان انا استنزفت اوي لدرجه ان انا مش قادر اكومينيكيت مع اي حد. مم. فمتهيألي in terms of priorities يعني كان الورك هو اول حاجه، which is fine، هو دي حاجه critical جدا، ولكن برضو the whole point ايه اصلا؟ هو الناس اللي حواليك وان انت تبقى مبسوط معاهم. ف along the way never forget ان دي رقم واحد. مم. بس فانا I sacrificed الجول مقابل الطول حلو ده. ده. sacrificed الغاية عشان خاطر الوسيلة. بالظبط. مم. فمتهيألي كنت ممكن ابقى اذكى من كده شويه. عارف الترند اللي هو بتاع almost forgot that this is what it's all about؟ هو دي تقريبا الحاجه مم. الترند ده للاسف جه بعد الموضوع ده. صحيح. ايه رأيك في السوشيال ميديا لما بتدخل وتشوف حاجة زي كده؟ هل فعلا ممكن ترند قوي زي ده يغير لك تفكيرك؟ بتفتح السوشيال ميديا بتحس ب fear of missing out، بتحس ان انت behind
ولسه فاضل لك كتير قوي عشان توصل للناس دي كلها واصله له، ولا بتحس بانسبيريشن اللي هو ده ممكن يديك بالعكس الهام ان انت تقدم اكتر وتعمل اكتر؟ أم، بص انا الالجوريزم بتاعي متقسم لحاجتين. حاجات اللي هو الاتشيفمنتس اللي انا ليتر انا عايز اتشيفها، ف ماي دريم كار، الحته اللي انا هبقى ساكن فيها، حاجات ليها علاقه برضو بالفاميلي وكده. والجزء التاني معظمه سيلف جروث وريفلكشن وبيرسوناليتي وافهم نفسك في بودكاست مثلا انا بحب اتفرج عليها جدا اسمها مودرن ويزدم بتاعت كريس ويليامسون، بتفرج مم. على جو روجن، اليكس ريموزي، كل دي ناس انسبيريشنال اصلا وبستفاد منها. مم. ساعات الالجوريثم بيحب يعملها معايا كده، يغلس عليا ويخش بقى في دوامه اللي هو حاجات ليها علاقه بديبرشن وسادنس ومش عارف ايه وكده. دي هنا اللي ببدا احس ان السوشيال ميديا ابتدت تبقى نيجاتيف عليا. مم. ف مش فكره fear of missing out، لا بالعكس. يعني اظن الاتشيفمنتس دي بتخليني اللي هو you can do it، تشتغل اكتر عشان توصل لده. مم. و... والحته التانيه هي مفيده، يعني انا شايفها مفيده. بس definitely في لما بيبدا الالجوريثم يبقى نيجاتيف ساعات بتاثر فعلا. مم. احنا تقريبا كلنا victims of doom scrolling، يعني طول ما انت قاعد طخ طخ طخ، يعني مم. حاجه unhealthy جدا. ذكرت البودكاست بتاعت كريس ويليامسون، ففكرتني بسؤال سمعته على البودكاست بتاعته من يومين بالظبط، فحابب اساله لك. لو حياتك عبارة عن فيلم، وانت بطبيعة الحال بطل الفيلم ده، انت المين كاركتر، فاوقات من كتر ما الفيلم بيشد الناس بتسمع اصواتهم في السينما، الناس اللي بتتفرج على الفيلم عمالين يكلموا البطل ده، يقولوا له حاجة، يقولوا له اعمل كذا او ما تعملش كذا، اه ادخل الأوضة دي، القاتل موجود ورا الأوضة، او ما تروحش تسكن في البيت المهجور ده، عارف بداية اي فيلم اه رعب اللي بالظبط، هو ما تروحش الله. ما تروحش. لو حياتك فيلم والناس بتتفرج عليك، ايه الحاجة اللي هيبقوا بيصرخوا وبيقولوا لك وهم بيتفرجوا آه، اعمل ده او ما تعملش ده؟ آه، يعني حاسس اكتر حاجه هيكونوا ممكن حد بيقولها لي او كده. آه، لان انا ساعات برضو بتقلي من صحابي. يعني انا بجد صحابي عامل كبير قوي في حياتي يعني. متهيألي لو في اودينس بيتفرج هم اصحابي، يعني بيسبورتوني دايما. بس it's not your fault. ان انا شخص بيتيك ده بليم قوي. يعني لو في مسب حصلت، ممكن المسب دي ما تكونش يعني هي حاجه out of my control، بس I always take the blame. وببدأ بقى اللي هو طب انا كان ممكن اعمل ايه احسن، كان ممكن الموضوع بيبقى destructive شويه. بس متهيألي هيبقوا بيسكريموا it's not your fault. احكي لي اكتر. أم، زي يعني زي ما قلت قبل كده ان انا عامه انا بارت من النجاح برضو. عمر كان عامل ازاي وبقى ازاي. فكرة السرفايفر منتاليتي، واللي هو no one's coming to save يعني to save you، وانت لازم انت اللي تشيل الليلة وكده. فكنت بخش في episodes كتير اللي هو انا مش هتكلم مع حد، انا كده كده قوي، I'll handle it myself، مش محتاج حد. وابتدى ان ده يخلق ديستنس ما بيني وما بين البارتنر بتاعتي، يخلق ديستنس ما بيني وما بين صحابي. اللي هو انا كان في فترات صحابي يقولوا لي انت متعصب ليه، انت عصبي ليه. انا كنت شخصيه على طول انجري، على طول مكشر، مخنوق، متزاول. ف كل ده عشان I was taking the blame في حاجات بجد كانت out of my control. يعني nothing to be done. في حاجات قضاء وقدر، في حاجات الظروف خلتني غصب عني كده، وانا مش بستسلم للظروف. بس خلاص، يعني اوقات بجد الظروف بتحطمك لدرجة ان انت مش قادر تكنترول يعني. و بس المهم ان انا الحمد لله طلعت يعني. اظن ان انا عديت بحاجات كتير فخلتني ان انا بشتغل على نفسي دايما واتحسن. بس
كان الموضوع بالنسبه لي صعب بقى ان انا ابطل ان انا اتيك ده بليم وان انا احاول افيكس ميستيكس هي مش ماين اصلا يعني. اوقات كانت الحاجات مش ملهاش علاقه بيا اصلا. بس اللي هو لا I'll fix this. لا انا اللي بوظت. طب ايه اللي انا كان ممكن اعمله احسن في حاجات بجد انا ما كانش ليا يد فيها عايز اقول لك انا لسه ما اقتنعتش بس بحاول يعني. انا اتحسنت لسه ما وصلتش كومبليتلي. تاني بجد ريسنتلي ابتديت ان انا اوبن اب مور وريتش اوت لاصحابي و... وكنت دايما بقعد اقول no one's coming to save me بس اظن ان اصحابي they save me a lot وعيلتي ف I'm thankful for them يعني. بس هم انقذوني فعلا وبيحسسوني ان it's not my fault ساعات فعلا. آه، كانت دعوة حلوة واحد من صحابي قالها لي يعني. قال لي يا رب تحقق كل اللي نفسك فيه بس اهم حاجة تحققها وتوصل لها ان انت تبقى بجد سعيد. ودي دعوة بالنسبة لي كانت عارف كده زي لما حاجة اللي هو تسلاب يو كده اللي هو يعني حاول تتبسط بس. الموضوع بقى اسهل شوية لما بقيت بتopen up وبتتكلم عن الحاجات اللي انت دايما بتلوم نفسك عليها. اه يعني اتليست حتى ان عارف ان في شخص بيحبني انف ان هو يقعد يسمع كلام هو في الغالب سلبي يعني. الناس اصلا كل واحد بجد فيه اللي مكفيه وكل واحد شايل شيلته. فكون ان انا جاي اسند عليك شويه لو انت شخص مش حاببني قوي مش هتستحمل حتى التكه دي. بس انا بصراحه ما فيش مره كلمت صحابي عندي واحد من صحابي بيحس بان انا في البيرن اوت ساعات وان انا بختفي وبلاقيه بدون اي مقدمات بيخبط عليا الباب وانا جاي اتغدى معاك تعالى نقعد نتغدى مع بعض. دي اوقات انا كنت بحس ان انا سيفت فعلا فيها ويبدا يتكلم معايا وكده. ف وده بيثبت لك اكتر واكتر ان الموضوع كله في دماغك. It's all in your head. فكرة ان انا مش عايز ابقى حمل على شخص تاني ومش عايز اتقل عليهم بالنيجاتيفيتي اللي عندي. هو بالعكس، هو اللون وولف مش هيسرفايف لوحده كتير بالظبط بس الباك هما اللي بيكملوا. صح. و speaking بقى from شخص بيعاني من نفس اللي انت بتعاني منه ده، الحمد لله الموضوع دلوقتي بقى احسن. بس ابتدى يبقى احسن لما صدقت كلمة اتقالت لي وكانت في الجون. hyper independence is a trauma response. واقتنعت بده جدا لما ربنا كان بيبعت لي كده اشارات زي بالظبط صاحبك اللي بيجي يخبط عليك لما يحس ان انت عندك بيرن اوت، انه لا الناس عايزة تسمع منك و you don't have to go through it alone. وبالعكس هي ده السبب الرئيسي اللي العلاقات اتعملت عشانه، سواء كانت علاقتك بأهلك أو بصحابك. أي حد بيحبك بجد لازم يبقى معاك في الحلوة وفي الوحشة، ما ينفعش يبقى معاك في الحلوة بس وفي الوحشة تشيلها لوحدك. صح. ف دي الطريقة اللي ساعدتني ان انا اتخطى الحتة دي وان انا you know what الحمل التقيل اللي انا مشايله لنفسي ده انا مش شرط اشيله لوحدي، بالظبط. هيخف عليا شوية لما اشير مع حد تاني. وبطلت احس بالذنب لما اعمل كده لانه simply انا موجود في اي وقت تاني انت حابب تتكلم معايا فيه، هبقى موجود عشان اشيل معاك. و this is the way زي ما قلنا the pack survives. survives صح. انت برضه قلت حاجه مهمه جدا ان انا كنت ساعات بحس ان انا لما باوبن اب انا جيلتي. ف لان برضه انا دايما ببقى حاسس ان انا عايز اتحط في حته ان you can lean on me بس ده مش معناه ان انا برضه I can't lean on you يعني. صح انت النهارده تتسند عليا وانا هتسند عليك بكره. صح. ف once ان انا ابتديت اقتنع بده الموضوع بقى اسهل شويه. انا كنت الاول في الدور اللي هو انا اللي هشيل كله محدش هيشيلني. خصوصا عشان it's closely related للطريقة اللي انت شايف نفسك بيها. بالظبط. انا عمر you can count on me. انا عمر I'm a reliable person
ان شخص يعتمد عليه، بالظبط. بس انا مش هعتمد على حد تاني خالص. بالظبط. دي بقى اللي محتاجه تتظبط. ودي غلط. يس. بالظبط، لان انا لو ما اعتمدتش على حد وقعت، ما كل دول هيقعوا ان ريتيرن. مم. فهي حاجه ميوتشوال يعني. يس. فلا احنا كلنا نسند بعض يعني. والحمد لله انا يعني الحمد لله ان اصحابي القريبين يعني، او صحابي كلهم، انا عندي صحاب كتير، والحمد لله يعني ان ربنا رزقني الصحبه الحلوه، ان انا صحابي كلهم بجد ناس يعتمد عليها، آم، ناس رجاله بجد. و... وان انا لما بريتش اوت، حتى لو هي ما بتبقاش كتير، بس لما بريتش اوت بلاقي حد. مم. ف... فالحمد لله يعني دي نعمه كبيره، ساعات الناس بتوفرلوكت كمان. مم. طبعا. لو تقدر تبعت لنفسك فويس نوت لعمر من 5 سنين، وهو هيفتح الفويس نوت دي وهيسمعها، تقول له ايه؟ 5 سنين بالظبط، اللي انت عايزه. 2021. متهيألي ان انا هقول له يعني you'll figure it out. حاسس ان هو انا هفتح الفويس نوت اقول له you'll figure it out واسيبه يعني، عشان مم. هو انا من 5 سنين دي كانت فترة اصلا دمار يعني. كان واحد من اخواتي توفى الله يرحمه. و... وفي فترة اللي هو يعني الكلية، حتى من ضمن الحاجات اللي أخرتني في الكلية، بس اتظلمت ظلم باين يعني. الدكتور وقف في المحاضرة قال أنا مسقطكم. و at the time كمان كان transition phase ما بين شركة وشركة. وبجد دي كانت من الفترات اللي أنا كنت حاسس إن أنا lost فيها. خصوصا يعني وفاة أخويا دي كانت من ضمن الحاجات كان فيها accelerated growth يعني. فكانت فترة سيئة، وكنت I was so lost. أنا قلت يعني إيه اللي هيتعمل؟ خلاص بقى مفيش حاجة تتعمل. وهل أنا قدها ولا مش قدها؟ فعمر من 5 سنين كان هيبقى محتاج حد يقول له you'll figure it out. فأنا هقول له إن it gets dark شوية، وهتخسر حاجات بس هتكسب حاجات برضو، وإن كل حاجة حصلت قبلها جهزتك لده. you're capable يعني. you'll figure it out like you always do. هختم معاك بسؤال أخير. اختار واحد من ال5 حاجات اللي شايفهم قدامك، وبناء على اختيارك هسألك سؤال، اوكي. فتشوز وايزلي. عندك قطع شطرنج، فيل، جمجمة، سلحفة مقلوبة على ظهرها، وغزلتين. متهيألي الفيل. حلو. الفيل بحجمه كله وبقوته الضخمة دي بيخاف من الفار. ف اي حد بيشوف السيناريو ده يعني بيبقى مدرك جدا ان ده خوف غير مبرر خالص. انت لو عملت كده هتدوس عليه. بالظبط. فايه الخوف اللي في حياتك اللي هو غير مبرر وملوش اي معنى ولكنه موجود؟ ولو هتشبه نفسك بفيل، ايه هو الفار بالنسبة بتاعي؟ لك؟ ده سؤال حلو جدا. هو ليه معنى، بس هو مش مبرر. يعني انا بتكلم عن قد ايه ان انا الحمد لله فاميلي اورينتد وكلوس لماي فاميلي وكلوس لماي فريندز، ومع ذلك بخاف ان انا ابقى لوحدي. يعني ما فيش مبرر يبقى عندي الخوف ده، ان هم فعلا على طول يعني اثبتوا ان هم جنبي. بس بصراحه انا اخترت الفيل عشان كنت افتكرت كود برضه هي ليها علاقه بالفايتنج ومش عارف ايه. الكود دي يعني بتقول in the man's desperation let him go out and hunt the elephant. If he kills the elephant his poverty ends. If he dies his poverty ends. حلو قوي. دي الكود اللي جت في دماغي لما شفت الفيل يعني. اول مرة اسمعها وحاسسها
اللي نكت معايا في حاجات كتير اتكلمنا فيها النهارده. بالظبط. فالكود دي لما قريتها يعني resonates with me شويه. بشكرك على وقتك يا عمر. انا بشكرك ان انت استضفتني بصراحه. حبيبي، انا اتبسطت معاك جدا، وانا كمان. ولو انتوا كمان اتبسطتوا معانا اتمنى تكونوا اتبسطتوا. اتمنى اي حد بيتفرج سمع الكلام حس ان هو لمس عنده وتر معين، او اتمنى تكونوا لقيتوا فيه اجابات لاسئله كنتوا بتدوروا عليها. لو لقيت فعلا اجابه لسؤال كان عندك، اعمل سبسكرايب عشان تشوف الحلقات اللي جايه، وارجع شوف الحلقات اللي فاتت ممكن تلاقي فيها اجابات لاسئله اكتر. ده كان بودكاست على نار هاديه. اشوفكم في الحلقه الجايه مع ضيف جديد وقصه جديده. سلام.